بسم الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال. يا ريت اللي دخل كده يسمعنا وشايفنا وكله تمام، يدينا أي حاجة وسمعنا. الصوت والصورة والضوء وكل حاجة يعني. الصوت والصورة والضوء وكل حاجة يعني. الحمد لله كله زي الفل. أنا أهلا. أيوة بدأت أيها الجماهير العريضة بدأوا يحلوا علينا. بسم الله. أيوة كله. أستاذة فاطمة وفاطمة كمان. بسم الله. يا ريت علشان أنا نسيت أعمل الشير لايف في جروب الكوميونيتيز وعلى البرودكاستس وكده. فالناس اللي موجودة في جروب المعسكر يعني يا ريت يقولوا للعيلة إن إحنا هنا، والناس اللي موجودة في جروب الديزاين يور كارير يقولوا لهم إن إحنا لايف، والناس اللي على الواتساب يعرفوا يعني أصحابنا إن إحنا لايف، لأن إحنا ما عملناش الشير. وأنا النهاردة طالع من الموبايل اللي فيه الأكسس، فمش هعرف أبعت على الواتساب. فيا ريت تعرفوا اخواتكم ان احنا هنا. احنا خطرنا يعني خطر لينا ان احنا تقريبا في ماتش او حاجة، وبعدين في حد من اللي بيحبنا وبيعزنا قال لنا بلاش تطلع في وقت الماتش. وطبعا انا كروي قديم انتوا عارفين، ما اعرفش الكرة هي مثلثة ولا مربعة، فبالتالي ما كنتش اعرف هذه المعلومة الخطيرة جدا. فهو لما قال لي فقلنا خلاص نخلص يومنا ومشاورنا وشغلنا كده ونبقى نيجي على الساعة 12. فانا عارف ان هو ميعاد رخم، بس يعني ايه، معلش لعل يكون الماتش خلص على خير. دي اول حاجة. الحاجة التانية، يا ريت اللي بيسمعني كده يقول لنا هو شغال ايه وبيسمعنا منين على الخريطة، على بال ما حبايبنا يتجمعوا يعني. يا ريت اللي بيسمعنا يقول لنا هو بيشتغل ايه وبيسمعنا منين. ربنا يدفينا الجو ده يا جدعان. المهم تعالى كده شوية عشان ايوه كده. بعت على جروب الكامب. عاش. عاش. آه. طيب، بما اني دايما بحب اطلع نقول قيمة مضافة، لان انا بقدر وقت حضرتك وبقدر الاوبورتيونيتي كوست، بقدر مبدأ تكلفة الفرص البديلة، ان انت اكيد طالما حاضر معانا فانت اكيد سايب حاجات تانية. فانت يعني فدايما انا بحب دايما طالما انا هاخد من يومك مساحة ان انا احاول اديك قيمة مضافة. و... وانا النهارده مش جاي اقول لك احنا مين وبنعمل ايه، بس جاي اديك حاجه برضو لعل تفيد وتمشي بنفس المنهجيه دي، او بنفس الابروتش ده، او بنفس المايند سيت دي، وفي حياتك عموما المهنيه وحياتك البيزنسيه يعني بشكل سبيشالي. فهنقول بس عايزين نفيد في النص برضه، ما يكونش كلام عليا انا، لا يكون برضه كلام ليك انت. قاعد مستني وحضرتك تغفلني؟ لا، ما احنا قلنا الساعه 12، احنا ما غفلناش حد والله، احنا قلنا الساعه 12 وبعتنا الرسائل وقلنا لكم كلكم ان هي الساعه 12 يعني.
انا عايز اطمن ان الكونكشن مظبوطه. هو بس في ابلود بيحصل لما يخلص خلاص دقايق الموضوع هيبقى افضل. بس طمنونا يعني ان الكونكشن كويسه. يخلص خلاص دقايق الموضوع هيبقى افضل. كويس الحمد لله. طيب تعالوا نسخن كده على بال ما يعني حبايبنا يتجمعوا. و... وقبل ما اقول لكم احنا مين وبنعمل ايه، والمين لما تكون عايز تجيلنا وليه احنا، خليني الاول اقول لك انا مش سامع حاجه. لا ما تهزرش، يعني اكيد المشكله عندك يا احمد انت. كله سامعه، يعني انت ممكن يكون عندك ميوت، عامل حاجه في الصوت، عامل حاجه في الانترنت، يعني شوف كده وان شاء الله خير يعني. وانت منورنا. انا قاعده مستنيه اللينك. لا ما مش لينك بقى، ما احنا قلنا يا جماعه على الفيسبوك والله. اتعودت على لا لا ما قلناش لينكات، احنا قلنا يبقى بابليك على الفيسبوك. طيب عايزك تفتح دماغك معايا كده وتركز، لان الكلمتين دول مهمين وبناء عليهم هننطلق. هم 10 دقايق بالظبط والباقي هيبقى سهل. في في دماغ البني ادم ملفات. كل واحد فينا لو بص حواليه هتلاقي كام براند جنبك بس على المكتب. يعني لو انت جيت بصيت حالا وانت بتسمعني هتلاقي ده براند وده براند وده براند وده وده ودي والقلق. كل حاجة حواليك هي علامات تجارية. طب هل تستوعب وهل تستعي كام ملف مفتوح في ذهنك في كام اسم تجاري؟ عدد لا نهائي. فالخناقة بتاعت العلامات التجارية ايه؟ ان كل واحد يشغل حيز من فولدر او ملف جوه المساحة الخضراء دي اللي اسمها المخ، دماغك. فهتجد ان كل علامة تجارية سلعية بتبيع برودكتس، او كل علامة تجارية خدمية بتبيع سيرفيسز، بتسعى جاهدا انها تاخد جزء من ملفات مخك. ليه؟ علشان لما تحتاجها تفتكرها. طب انا افتكرها ليه؟ عشان لما تفتكرها تحطها في مقدمة اولوياتك. طب انا هحطها في مقدمة اولوياتي ليه؟ علشان لما تحطها في مقدمة اولوياتك تحطها في مقدمة مصاريفك. طب انا احطها في مقدمة مصاريفي ليه؟ عشان لما تحطها في مقدمة مصاريفك تبقى بالنسبة لك حاجة بتدفع فيها قيمة تاخد مقابلها شيء. فانت you are afford تكفلت مصاريف الألم ده عشان تحصل على شيء. الشيء ده ليك هيترجم لمنفعة، والشيء ده لما يتباع من شركة الألم هيترجم لفلوس. وبالتالي حضرتك برضو لما تاخد القلم تكتب بيه هيعمل لك فلوس. حلو. السؤال هنا، ايه اللي الشركات بتعمله، ايه اللي الكيانات بتعمله علشان يتم وضع اسمها في ملف هو مخي؟ بتجاوب على 5 أسئلة مهمين جدا وهما عنوان اللايف وهما الإجابة بتاعت النهاردة. ببساطة شديدة جدا بتسأل نفسها احنا مين؟ بنبيع ايه؟ اللي بنبيعه ده بنبيعه لمين؟ لما ايه يوجعه هيكلمنا، وليه يجي لنا احنا ما يروحش لغيرنا؟ تحسها شعر كده، سجع وازدواج. ال5 أسئلة دول ممكن نقعد نجاوب عليهم 100 200 ساعة. يعني اللي منكم معانا حاضر اي ورشة المسافة 2 مثلا، البيرسونال براندنج بوزيشننج الحاجات دي كلها، هيلاقي ان في 32 40 ساعة كده متصورين هو بيسمعهم عن إجابة ال5 أسئلة دول. فهم مش امر هين، بس هي مش دي الفكره النهارده. واحده واحده. فال5 اسئله دول بيصاغوا في جمله اسمها جمله التموضع والتمركز، البوزيشننج ستيتمنت. يعني ايه؟
يعني اديني ملخص احطك في فولدر جوه مخي بيه، لان المخ بينسى بسرعه، واللي بعيد عن العين بعيد عن العقل بعيد عن الجيب. فانا لما ما اشوفكش كتير انساك اسرع، ما تجيش في مقدمة فكري، ما تبقاش اولوية كاوبشن، مش هشتريك لما اجي ادفع فلوس. والعكس هو الصحيح، يبقى انا عايز دايما ابقى متشاف، ابقى يفتكروني يحطوني في اولوياتهم، ابقى حاجة اسمها توب شير اوف مايند. يعني ايه؟ يعني في مقدمة ذهني. عند مين؟ عند عميلي. عميلي يبقى ماي كلاينت، مش في اذهان العالم، لان مش هتعرف. فعشان كده انا قلت 5 اسئله: احنا مين؟ بنبيع ايه لمين؟ لازقه على طول. بنبيع ايه؟ هعرف منين لما تقول لي مين؟ لما يكون ايه بيوجعه هيجي لك، ما يكون عايز ايه. ليه اختارك انت؟ لان في منك كتير، ما يروحش لغيرك. ال5 جمل دول نهج حياة. طيب، دول ال5 اسئلة اللي من منطلقهم هجاوبك احنا مين وبنعمل ايه لمين لما تكون عاوز ايه تجيلنا وليه احنا. في ختام سنة وفي بداية سنة جديدة، احنا دايما مؤمنين ان عيلتنا بتكبر، وتأثيرنا في الكوميونتي اللي احنا فيه، اللهم لك الحمد، بثقتكم بيكبر. فناس كتير جدا اخر فترة انضمت لينا. فناس كتير ممكن تكون مش عارفة احنا بنعمل ايه، ناس كتير جديد عليها المصطلحات، ناس كتير مش اوير بشوية كونسبتس او الفلسفة اللي احنا بنحكي فيها، ناس كتير لسه مش مكملة الصورة، ناس كتير تايهة. فاللايف ده معمول علشان يجاوب حضرتك، لان ده من دوري واجبي عليك ان انا اقول لك احنا مين وبنعمل ايه وبنكلم مين، ولما يكون عايز ايه تجيلنا وليه تجيلنا احنا، ما تروحش لغيرنا. فده تقريبا اللايف بتاعنا. حاولت اقول لك المقدمه دي علشان اغششك براندنج، او اغششك بوزيشننج ستيتمنت، او اغششك لايف ستايل، او اغششك مايند سيت تعيش بيها في بزنسك او في كاريرك. تسال نفسك نفس ال5 اسئله عشان تبدا تتحرك صح. فده اللي احنا هنطبقه النهارده. هنجاوبك على ال5 اسئله دول، بس عشان احاول اجاوبك عليهم بشكل كلير وواضح، اتمنى من كل اللي بيسمعني دلوقتي ان هو يكتب لي هو شغال ايه وبيسمعني منين في كلمه. كونتنت رايتر منصور، مهندس بترول السعوديه، دكتور، يعني كلمه والمكان، كلمه والمكان، سريعا جدا. بسم الله. تبارك الله، محفظ قرآن بنها. أهلا أهلا يا أحمد باشا. مرشد التعافي، سلام داخلي من حضرتك أكتوبر. أهلا أهلا، نورانا يا أستاذة فاطمة في الكامب وفي كل حاجة. على بال ما تشاركونا إجاباتكم الجميلة دي، خلونا نبدأ. معلمة رياضيات المنيا، أهلا، بس أهل الصعيد. مش شغالة بس لسه بستكشف نفسي الحقيقية. الله. الغربية أحسن ناس، أحسن رحلة، أمتع رحلة، رحلة استكشاف الذات اللي ما بتخلصش. طيب، دايما أحفظ متدربين في برامجنا التدريبية الجملة الشهيرة: مفيش بقعة مفيش برسيل. اتوجد بقعة، اتوجد برسيل. مفيش بقعة مفيش برسيل، ما كانش الأوبشن، ما كانش البرودكت ده هيطلع. يعني إيه الكلام ده؟ دي فلسفة نعيش بيها. في بين في حل، في وجع في علاج، في ألم في دواء، في مشكلة في حل، في أزمة في حل. الحل ما بيجيش لوحده، ما بيجيش فكرة سولوشن. طب المشكلة دي هي مشكلة واحدة؟ لا، دي مشاكل عدة. طب المشاكل العدة دي عند واحد بس؟ لا، عند ناس كتير. السؤال بقى: ايه نوع المشاكل اللي عند انهي نوع من البشر هقدر اخدمهم عشان اعرف قيمة وحجم نفسي وما اخدش مساحة مش بتاعتي؟ فلما جينا ربنا كرمنا كده وبصينا بميكروسكوب او بهليكوبتر من فوق، العالم ده فيه 8 مليار.
هتخدم انهي عدد وانهي فئة وانهي شريحة من ال8 مليار، وهتخدمهم في انهي حل مشكلة. فوجدنا ان في فئة من البشر اسمهم حديث التخرج، فريش جريدز، ولقينا فيها فئة اسمها الكارير بروفيشنالز، الناس اللي شغالة، ولقينا فئة اسمها الامبلويرز، الموظفين، اول الطريق، نص الطريق، او بقاله كام سنة، ولقينا فئة اسمها المستقلين او الفريلانسرز ومقدمي الخدمات. الاربع بني ادمين دول بيختمهم واحد اسمه المالتي تالنت او المالتي سكيلفل، حد عنده امكانيات كتير، حد عنده مهارات كتير، حد عنده تالنتس كتير ومتسوح وتايه. الخمس انواع بشر دول بيجمعهم مشكلتين: التوهان والتسويف. البقعة اهي، توهان، مصادر كتيرة، اوبشنز كتيرة، كورسات كتيرة، مجالات كتيرة، مهارات كتيرة، اوبشنز، تايه وبيبعد عن التثقف بنفسه، مش فاهم هو مين ورايح فين وبيشتغل ليه، فعنده مشكلة في كاريره. المشكلة اللي في كاريره دي لما جينا حللناها قوي ودخلنا في تفاصيل، لقينا ان مشكلتها غياب الوعي والعقلية، السيلف اويرنس والمايند سيت. فاول فئة، الخمسة اللي عددناهم دول، مشكلتهم في فقدان وعيهم بنفسهم، وعدم وجود جروث مايند سيت، وعدم تركيز بسبب التشتت وكثرة المصادر. فالنوع ده من الناس اللي عندهم النوع ده من المشكلة حلناهم لهم بما يسمى بالكارير كوتشنج والكارير ديفلوبمنت والكارير اكسبلوريشن والكارير ديزايننج. ده كده خدمة عندنا اسمها الكارير ديفلوبمنت سيرفيس. طيب، يبقى النوع ده من الخدمات بيعالج النوع ده من المشاكل عند النوع ده من الفئة دي من العملاء، اللي هو لو انت حد من حضراتكم من الخمسة دول. فانا عندي مشكلة بقى، عاوز اعمل كارير شيفت، عاوز اترقى، عاوز اروح شركة جديدة، عاوز اخد قرار مهني، عاوز اشوف انا بعمل ايه، عايز اعرف مهاراتي، امكانياتي، كل ده فيما يخص جزء الكارير ديفلوبمنت، التطوير المهني، من اول استكشاف الذات، سيلف ديسكفري، وعي ذاتي، سيلف اويرنس، كارير اكسبلوريشن، استكشاف السوق، كارير ديفلوبمنت، تطوير مهني، واخيرا ان انا اعمل بلان ازاي اتطور مع نفسي بيزد اون وعي ذاتي. فدي البقعه وده البرسيل بتاع الخمس انماط عملاء دول. في شريحه تانية اكبر شويه، اكثر خبره واكثر نضجا واكثر علما، بنسميهم السيرفيس اكسبرتس او الاس ام ايز، سبجكت ماتر اكسبرتس، او الناس المتخصصه في مجالات ان هم بيترجموا خبرتهم او علومهم او مهاراتهم في سولوشنز. بنسميهم ايه في لغتنا الجميله دي؟ ترينرز، كونسلتنتس، كوتشز اند منتورز، المرشدين والمستشارين والمدربين والقاده، الناس اللي بتديليفر فاليو او خبره من خلال ليرنينج وبزنس سولوشنز. الفئه دي اسمها سبجكت ماتر اكسبرتس او الخبراء في مجالاتهم. الشريحه دي من العملاء، ايه البقعه اللي عندهم؟ احنا قلنا القاعده ما فيش بقعه ما فيش برسيل، طب في بقعه. البقعه اللي عند الشريحه دي ايه؟ ان هم شاطرين جدا بس مش بيبيعوا، مش ظاهرين صح في السوق اللي هم فيه، شايفين العملاء بتوعهم بيقارنوهم بناس تانية كتير ومش عارفين ايه الفروقات. الراجل ده عنده مشكلة في ايه؟ في الهوية، عنده مشكلة في الايدنتيتي. فبنستخدم ايه الحل مع الشريحة دي؟ البيرسونال براندنج استراتيجي والفانل استراتيجي. يعني ايه؟ يعني بنصمم هوية شخصية تجارية وقمع بيعي وتسويقي للخبير ده علشان يعرف نفسه ويبراند نفسه في السوق اللي هو فيه، ويجاوب على الخمس أسئلة: أنا مين وببيع إيه لمين، لما يكون عايز إيه يجيلي وليه أنا، علشان نعلمه ونعمل له كوتشنج ونعمل له بيرسونال براندنج استراتيجي مبنية على الفاليو بتاعته، ونهايلايت الفاليو بروبوزيشن ونوجده في سوق المنافسة فيه شرسة أو المنافسة فيه قليلة، علشان يبقى الايند مع القيمة اللي هو بيقدمها. فأنت عندك الكارير بروفيشنالز
وعندك الاكسبرتس، دول لهم علاقه بالكارير ديفلوبمنت سيرفيس، ودول لهم علاقه بالبيرسونال براندنج استراتيجي والفانل. دول التو مين سيرفيسز او التو مين سولوشنز اللي عواره بيقدمهم. فبنتكلم بالكارير ديفلوبمنت وبنتكلم بالبيرسونال براندنج استراتيجي والفانل كرييشن، ان الاثنين دول او النوعين دول من العملاء. يبقى احنا قلنا شريحه اولى بمشكلتها بحلها، وقلنا الشريحه الثانيه بمشكلتها بحلها. ليه؟ وايه علاقتهم ببعض؟ واشمعنى دول وليه ربطتهم؟ هقول لك. انا من وقت ما ربنا كرمنا ونزلنا السوق بدري، يمكن رزقت بهذا الامر ان ربنا نزلني سوق العمل بدري شويه، فاللهم لك الحمد احنا بقالنا في السوق من 2015 شهر 9 تقريبا. اللهم لك الحمد بقالنا تقريبا 10 سنين. كل اللي عملته في ال10 سنين كله 99% منه خدمات سيرفيسز، و99% من الخدمات دي تم تقديمها الافراد كونسيومرز. فالموديل بتاعي من 2015 لحد النهارده الحمد لله الحته اللي احنا اقوياء فيها البي تو سي او البيزنس تو كونسيومر. بنبيع لافراد. اكتر حاجه ربنا ميزنا فيها وبنعملها بايدينا بقالنا سنين هو البيع لافراد. كايه؟ كمدربين ومستشارين وكوتشز. فانا بقى امثل الشريحه اللي انا منها. فلما جيت قررت ابيع خدمات الكارير ديفلوبمنت والكارير كوتشنج والسيلف اويرنس والبيرسونال براندنج، بعتها لشريحتي اللي انا كنت منها في يوم من الايام وما زلت. فانا صنايعي في اللي بعمله، جاي انقلك خبره انا عملتها. فانا مش بقول لك حاجات من كتب، او مش بقول لك حاجات من مقالات او من كيس ستاديز، لا، انا بعمل لك حاجات من حياتي اللي عملتها من اول 2015 لحد النهارده. سرور الرحله دي احنا خريجين من صيدله، اشتغلنا في الدواء سنين، فتحنا في بيزنس وقفلناه، اشتغلنا في الكوزماتكس وقفلناها، فتحنا براند صغير وقفلناه، شاركنا ناس وخلصنا. مينلي كان بجانب كل ده التريننج والكونسلتيشن والكوتشنج. كان باشن واتقلب لكارير باث، فحبينا ان احنا ناخده من برسبكتيف ايفيدنس او مبني على علوم حقيقيه. فروحنا بقينا سيرتيفايد ترينرز من الاي بي سي تي انترناشونال بورد اوف سيرتيفايد ترينر ومن كومباس تريننج سكول. لما ربنا من علينا بشويه كمان رحنا اتعلمنا من الاي سي اف انترناشونال كوتشنج فيدريشن الكارير كوتشنج والمايند سيت ترانسفورميشن كوتشنج. يعني ايه؟ يعني انا بخليك تبص على المصادر والامكانيات والادوات اللي مع حضرتك بنضاره تانية، لان 99% من مشاكلك في الحياه ملهاش علاقه بالموارد والامكانيات، ليها علاقه بمعتقداتك وافكارك وطريقه ترجمتك للامور والواقع اللي انت عايشه. فشغل الشاغل اللي انا سيلف اويرنس بيزد ومايند سيت بيزد، فهتلاقيني في الحته بتاعت الكارير وهتلاقيني في الحته بتاعت الهويه. ليه؟ لان الانسان اللي بيكون تايه بيبقى عايز يعرف نفسه، سيلف ديسكفري وسيلف اويرنس. عرف نفسه هيبقى عايز يعرف عن السوق، فهيعرف الكارير اويرنس. عرف نفسه وعرف السوق عاوز يتطور، فهيعمل كارير ديفلوبمنت. عرف نفسه واتطور عاوز يتميز في السوق اللي فيه منافسين كتير، فهيبني هوية بيرسونال براندز. وهو ده الخمس مراحل اللي احنا بنعملهم في الكارير ديفلوبمنت والبيرسونال براندنج كوتشنج اند استراتيجي. فعشان كده الطبقات اللي احنا قلناها دي على حسب حضرتك واقف فين بنبدأ نساعدك. عشان كده عوارة مش بيبيع كورسات، عوارة بيبيع learning and business solutions، يعني حلول مهنية وتجارية. بناء على ايه الحلول؟ طالما حل يبقى فيه مشكلة كاستم متفصلة عليك، فحضرتك بتعمل ايه ومشكلتك فين، نبدأ نتكلم. تمام كده؟ فده الستوري المتواضعة بتاعتنا، احنا منين وجايين فين وبنعمل ايه دلوقتي. فالتايتل بتاعنا النهارده as a personal branding strategy وفانل استراتيجي وكارير ديفلوبمنت كوتشز، ان احنا بنساعد حضرتك في رحلتك المهنيه، ان انت تبني عقليه واعيه مبنيه على وعي ذاتي ووعي مهني، عشان تبني هويه متسقه مع القيمه بتاعتك تظهرك في السوق اللي انت فيه، عشان تشتغل الشغلانه اللي بتعرف تعملها وبتحبها وتعمل منها فلوس حلال. هتعرف تعمل ده ازاي؟ بالمايند سيت وبالسيلف اويرنس، عشان دي الحتتين اللي احنا متخصصين فيها. كده احنا قلنا الكلاينتس وقلنا المشكلات وقلنا الحلول.
اللي انت بتحله ده بقى يا دكتور عوارة بتوصله في الخدمات بشكل عامل ازاي؟ ايه نوع الخدمات اللي انت بتقدمها؟ فاحنا كده جاوبنا على احنا مين وبنكلم مين. اللي بنكلمه ده بقى بنكلمه ازاي؟ من خلال 3 4 حاجات يهمني حضرتك تبقى عارفهم. لو حضرتك لك علاقة بالمجتمع الخدمي، فريلانسر، كارير بروفيشنال، مستقل، بتقدم خدمة، فعملنا ليك مكتبة، موقع، بول، في كل الحاجات والادوات اللي انت هتحتاجها في رحلتك المهنيه والبزنسيه. فعملنا لك ويب سايت. الويب سايت ده عليه ايه؟ عليه كل الكورسز والورك شوبس والاي بوكس والويبينارز والديجيتال برودكتس اللي ليها علاقه بحضرتك كواحد فريلانسر او مقدم خدمه. فهتجد عليها ال9 ورك شوبس بتوعنا، وال3 كتب بتوعنا، والاي بوكس والتول كيتس اللي بنعملها من حين لاخر كهديه مجانيه لحضرتك علشان نساعدك في رحلتك المهنيه كفريلانسر او كمقدم خدمه. وده اول مكان او اول حاجه فيها خدماتنا اللي لها علاقه بالفريلانسرز. وانا بتكلم واحده واحده، هدعم كلامي بلينكات عشان ما تتوهش مني. عشان كل حاجة أقولها تبقى عارف هي موجودة فين وأجيبها منين، وأنا لو فين أروح مين. كل ده هيبقى بالنسبة لك سهل وبسيط إن شاء الله بعد هذا اللايف الجميل. أهو ده كده ويب سايت، ده اللي عليه الورك شوبس المسجلة والكتب الإلكترونية والويبينارز والحاجات المجانية اللي احنا دايما بنعملها سواء مدفوعة أو فري. فهتجد عليها الورك شوبس والكتب وكل حاجة. نفس الشخص ده أوقات بيعاني من التشتت والتسويف، فعملنا له معسكر اسمه الكامب فروم سكيل تو بزنس. خدنا نفس ال9 ورك شوبس بس بشكل مسجل، وفتحنا له اكسس لمدة 25 يوم في معسكر مقفول باكسس مشاهدة مدته الكامب اللي هم ال 25 يوم. غرض الكامب ايه؟ توفير وقت وجهد وفلوس ومنع تشتت وتسويف. بعد ما بنخلص ال 25 يوم بنتقابل في فري منتورنج سيشن اونلاين لايف، هدفها نجاوب على كل الاستفسارات والتساؤلات اللي ظهرت لحضرتك خلال الكامب. الكامب ده عبارة عن ايه؟ 9 ورش، 100 ساعة تدريبية مسجلة على مدار 25 يوم، بتاخد فيهم ال9 ورك شوبس، فبيطلع لك أسئلة وتساؤلات وتطبيقات. بتجيب إجابة الحاجات دي منين؟ لما بنتقابل مع حضرتك في آخر يوم خالص في المعسكر، بنقعد مع بعض عشان نجاوب على كل الأسئلة دي. فنفس الورك شوبس اللي في الكامب هي نفسها اللي على الويب سايت. طب فرق الكامب في ايه؟ الكامب زي ما قلنا هو بيعالج التشتت والتسويف، فبيكون سعره رمزي مقابل الفاليو اللي حضرتك بتاخدها. ليه؟ علشان نضغطك فنجبرك تسمع، عشان الكوميتمنت يبقى عالي والديسيبلين يبقى عالي. طب بعد الكامب عايز اخد ورش تبقى معايا مدى الحياة، حقك. احنا ساعدناك بقى ان احنا خليناك تشاور على الوجع اللي عندك عشان ما تروحش تدفع فلوسك في كل الورك شوبس. امال هعمل ايه يا دكتور عوار؟ لما حضرتك هتخلص الكام هتبص كده وراك، هو انا كان عندي بين في ايه؟ في التسعير وفي الكونتنت وفي البيرسونال براندنج. هروح اشتري ال3 ورش دول من على الموقع بس، انا مش عايز الباقي. فحضرتك وفرت فلوس ومجهود ووقت وطاقة وتوهان وتشتت. فانت قعدت معانا معسكر 25 يوم كأنهم معسكر إرشادي. انت بتحاول تلم شتاتك وتشاور على اوجاعك ومشاكلك فين عشان تشوف والله انا هكمل في الحاجات دي او مش او خلصت الكامب ومش عايز حاجه تاني من دكتور عوار. الحمد لله على كده. جود اند ويل، ربنا يوفقك. حقيقه احلى كامب، ده شرف لينا يا استاذه فاطمه، منورانا والله. طيب، فده كده الكامب والورك شوبس والويب سايت. يبقى احنا كده خدمنا على اول كلاينت بمنتجاتنا بحلولنا بالحاجات دي موجوده فين ويعمل ايه لما يكون عاوز حاجتنا.
الويب سايت، ادخل تلاقي كل حاجه تمام. طب انا عايز بقى احضر الكامب ده لايف معاك علشان اعمل اللي انت قلته ده، اعمل ايه؟ تفاصيل الكامب اهي. دي تفاصيل الكامب مكتوبه، وده هايلايت انستجرام في كل التفاصيل علشان حضرتك تدخل تتفرج عليها براحتك خالص، وتجد كل اسئلتك متجاوب عليها بشكل دقيق ومرتب. ده الكامب، ده الويب سايت. طيب الناس بقى المتخصصين والاكسبرتس، ترينرز كوتشز وكونسلتنتس ومنتورز، الناس دي بنساعدها ازاي؟ من خلال كوتشنج جيرنيز وكونسلتيشن برايفت سيشنز. ما تكونش لها علاقه بالورك شوبس، مالهاش علاقه بالويب سايتس، مالهاش علاقه باي حاجه من دي. ليه؟ لان الناس دي بتكون عندها خبره ومعلومات وتراك ريكورد ملخبطين، والدنيا عندهم مش عايزين نرسم لهم بيرسونال براندنج. فهو ممكن يكون مش عايز كل ده، هو عايز حاجه فيري فيري كاستمايزد على اللي هو بيعمله. فبيريكوست معانا كوتشنج جيرني عشان نعمل له استراتيجي وفانل. طب لو انا بسمعك دلوقتي يا دكتور عوار وعاوزك تساعدني في رحلتي ان انا ابني بيرسونال براند في المجال اللي انا فيه، تيتشر، ترينر، ثيرابيست، كونسلتنت، منت، اي حد في المينتال كوجنيتيف سيكتور، بيبيع تريننج، بيبيع ثيرابي، بيبيع كوتشنج، بيبيع كونسلتنج، بيبيع منتورنج، يعمل ايه؟ جاست ان حضرتك هتدخل على هذا اللينك وتملى البريف، وهنتواصل معاك في اقرب فتره ممكنه. اهو دوس على لينك كلمه بيرسونال ده، يفتح لك على الواتساب كتالوج لينك فورم املاه. طيب لو انا عندي بقى مشكله في كاريري ومش عايز احضر لا ورك شوبس ولا كامبات ولا حاجات، عاوز اعرف عن نفسي سيلف اويرنس، واكون لي مايند سيت، واعرف ازاي اختار وارتب كاريري واعمل لي هويه كده متواضعه على قدي. حضرتك كده مش عايز مسجل ومش عايز ورك شوبس لها علاقه بالفريلانسنج، حضرتك عايز حاجه لها علاقه بالكارير ديفلوبمنت او الكارير انهانسمنت او الكارير كوتشنج. حضرتك في الحاله دي عندك تو اوبشنز. الاوبشن الاولاني ان انت تنورنا في الرحله بتاعه ديزاين يور كارير، كرافت يور براند، ودي بنعملها كل 3 ل 4 شهور راوند مع 10 او 15 واحد. بيبقى جروب كوتشنج مقفول علينا في مدار 5 جلسات. ال5 جلسات دول بنطلع ب5 حاجات. اول حاجه سيلف ديسكفري، سيلف اويرنس، كارير اويرنس، كارير ديفلوبمنت، بيرسونال براند. من خلال ال5 جلسات دول بنقعد مع حضرتك في اسبوعين ونص، يعني جمعه وسبت جمعه وسبت جمعه، عشان نطلع بالاوتبوتس الجميله دي. اول راوند هتبدا يوم 15 يناير، تاني راوند هتبدا يوم 12 فبراير، راوند 1 وراوند 2، ويف 1 وويف 2. طب لو انا يا دكتور مهتم بده، فين تفاصيلها وحاجاتها واقدم ازاي؟ اتفضل. ده كده تفاصيل الرحله، وده لينك اللاندنج بيج اللي هتلاقي عليها كل ما له علاقه بديزاين يور كارير، كرافت يور براند. يبقى احنا كده قلنا الموقع، قلنا الكامب، قلنا الرحله. طب انا بقى عايز كارير كوتشنج بس مش مع جروب، برايفت معاك يا دكتور عوار، اعمل ايه؟ بمنتهى البساطه هتدخل على هذا اللينك الجميل، واتساب كتالوج، هتلاقي فورم املاه، وانا اتواصل معاك في اقرب فتره ممكنه عشان نمشي مع بعض كارير كوتشنج جيرني. يبقى احنا كده قلنا الموقع لمين وفيه ايه، وقلنا الكامب لمين وفيه ايه والفرق ما بينه وبين الموقع، وقلنا الرحله، وقلنا البرايفت سيشن للبيرسونال براندنج، وقلنا البرايفت سيشن للكارير كوتشنج او الكارير ديفلوبمنت. طيب طب دكتور عواره، انا اول مره اشوفك واول مره اسمعك واول مره اعرف انت بتعمل ايه، عايز اشوف حضرتك مره وانت بتشرح، وعاوز اعرف واطمن ان انت الشخص المناسب اللي هتساعدني بالظبط. اكيد ده حقك. هنعمل ده ازاي؟ بحاجتين او ب3. اول حاجه ان حضرتك هتخش على الويب سايت وتفتح اي ورشه عشوائيه،
هتلاقيني سايب لك فيديوهات مفتوحه وانا بشرح فيها المحتوى اللي انت هتاخده. فقبل ما تشترك في اي حاجه خد لك لفه كده بشكل عشوائي. انا عايز ادخل الاقي ورشه معينه، ورك شوب معينه، هتلاقي اول فيديو مفتوح، وفي ورش فيها اكتر من 3 4 فيديوهات مفتوحه. خد لك فكره، اطمن مين عواره، بيشرح ازاي، اسلوبه، طريقته، شوف مين الشخص ده. لو لقيت ده شخص مناسب وارتحت له واطمنت له، اشترك وربنا يوفقك وتنورنا. ده اول حل. الحل الثاني ان حضرتك تدخل على الويب سايت برضو، انك هتلاقي ليك ويبينارز وحلقات سيت ذا مايند سيت واي بوكس مجانيه، نزلها اتفرج عليها واقراها وشوف الفلسفي والفلسفه والمنهجيه والعقليه بتاعت عواره دي مناسبه معايا ولا لا. لو لقيتها موست ويلكم وتنورنا، ويبقى كده الهدف اتحقق. الطريق الثالث ان حضرتك تدخل على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز بتاعتنا وتشوف المحتوى الفيجوال، سواء البودكاست، سواء اللايفز، سواء الريلز، سواء المحتوى المكتوب، سواء الستوريز، وتشوف ده الشخص المناسب اللي هيساعدني ولا لا. طيب اسهلها عليك، طبعا حضرتك هتدخل على اللينك ده، هتلاقيني مصور حلقات لبرنامج اسمه ما قبل الهويه سيت ذا مايند سيت. ده برنامج مجانا تماما، بننشر فيه وعي عن الجروث مايند سيت والسيلف اويرنس قبل ما نبدا نبني لنفسنا هويه. طب انا عايز اكتر، حضرتك هتخش على اليوتيوب بمنتهى البساطه خالص. دي القناه بتاعتنا المتواضعه، فيها الفيديوز اللونج فورمات وفيها الشورتس وفيها كل ما تحب وتلذ وتطلب موجوده عندك. اتفرج علينا كده وشوف طريقتنا في الشرح، شوف طريقتنا في توصيل المعلومه، شوف المنهجيه اللي بنتكلم بيها. عجبتك تنورنا، ما عجبتكش حضرتك فوق راسنا من فوق. استمر بمتابعتك بالمحتوى المجاني البسيط جدا المتواضع قبل ما تاخد قرار شراء في اي حاجه تخصنا. طيب كده احنا اتكلمنا على الموقع، اتكلمنا على الكامب، اتكلمنا على رحله ديزاين يور كارير، اتكلمنا على المحتوى المجاني والتست، اتكلمنا على الحاجات اللي على الويب سايت المجانيه اللي انت هتشوفها قبل ما تشترك في اي حاجه. طيب لو انا بقى النهارده عاوز اشوف لك كل البودكاستات اللي حضرتك طلعت فيها عشان اشوفك كده انت بتتكلم ازاي، بتشرح ايه، بتعمل ايه، عينيا. حضرتك هتدخل على اللينكات دي، هتلاقيني سايب لك كل ما له علاقه بالحلقات اللي احنا طلعنا فيها، ولسه في حلقتين بودكاست لسه ما طلعوش للنور، لما يطلعوا هتلاقينا بنضيفهم على نفس اللينك. اتفضل. كل حاجة أنا قلتها دلوقتي مدفوعة أو مجانية اتكلمنا عنها بتفاصيل مملة في 9 حلقات بودكاست، هتلاقيني حاططهم لك دلوقتي تحت بعض. ليه علاقة بالبيرسونال براندنج، ليه علاقة بالسيلف اويرنس، ليه علاقة بالكارير شيفت، ليه علاقة باللينكد ان جروث والاوبتمايزيشن. طيب كده احنا تقريبا قلنا كل حاجة احنا بنعملها وبنقدمها، ده داخلين بيها السنة الجديدة. داخلين بايه؟ بالويب سايت اللي عليه الورك شوبس المدفوعة والمجانية والكتب الإلكترونية. داخلين بالكامب فروم سكيل تو بزنس، تحول مهارتك لمشروع، مشروع قائم عليك يعني كمقدم خدمة. رحلة الكوتشنج ديزاين يور كارير كرافت يور براند. برنامج سيت ذا مايند سيت المجاني اللي بنعمله على جوجل ميت وبنزله على اليوتيوب وعلى الويب سايت. اخر حاجه وده الجديد، كتاب العقليه تكسب اللي هيبقى ان شاء الله في اخر يناير معرض الكتاب 2026، اللي هنتقابل فيه ونعمل حفل توقيع ونتقابل مع بعض ونتكلم مع بعض ونتصور وننبسط ونعمل كل حاجه ونناقش افكار الكتاب. اول فيزيكال برودكت ليا في السوق. ال3 كتب اللي قبل كده كانوا اي بوكس، كانوا ايه؟ شاين للبيرسونال براندنج، عواره موكس للسيلف ليرنينج والفريلانسنج، فروم انترست تو انكم للاورجانيك ادفانسد ليد جنريشن او استقطاب العملاء من خلال السيلز فانل والهويه الشخصيه. دول ال5 حاجات الاساسيه اللي احنا داخلين بيهم 26، يهمني حضرتك تبقى عارفهم. كل واحد من دول بنكلم بيه مين وبنحل له انهي مشكله وامتى يجي لنا فيهم. لو اللي انا قلته ده كله كلير وتمام وواضح وحضرتك وصل لك الكونسبت، يا ريت تكتب لي في الشات دلوقتي رقم 1. يبقى اخر حاجه بسيطه قعدنا سنين نعملها ووقفناها بقالنا فتره، الحمد لله رجعنا لها تاني، وهي فكره اللينكد ان اوبتمايزيشن ولينكد ان بروفايل ميك اوفر.
واحنا بنسميها عندنا لينكد ان جروث كونسلتيشن. يعني لو حضرتك عندك اكونت على لينكد ان ابيض فاضي جديد لانك ما فيهوش حاجه، وخبرتك فوق السنتين، فحضرتك تقدر تحجز معانا برايفت كونسلتيشن. بنعمل لك الحساب كله تماما. كل اللي بتعمله ان حضرتك بتملى البريف اللي كتبته لك دلوقتي ده، اسمها لينكد ان 1. ده 1 تو 1 كونسلتيشن، بتملاها، بناخد منك شويه اسئله عشان نقول لك ازاي نساعدك في الحاجه اللي تناسبك انت حسب البيزنس اوبجيكتيف والهويه اللي انت بنيتها. كده كل ما يخص منتجاتنا وخدماتنا. از ايه؟ از كارير ديفلوبمنت كوتش، ومايند سيت كوتش، وبيرسونال براندنج استراتيجي، وفانل استراتيجي. كل شغل الشاغل هو البيزنس تو كونسيومر، البي تو سي، فيما يخص التريننج والكوتشنج، كارير ديفلوبمنت، بيرسونال براندنج. بنكلم الكارير بروفيشنالز والسيرفيس اكسبرتس. بنعالج مشكله الوعي الذاتي وبناء العقليه والهويه الشخصيه. ده بمنتهى البساطه بنلم كل اللي احنا بقالنا نص ساعه بنتكلم فيه. طيب، اختيارنا للشريحتين دول ان احنا نكلمهم لان اي فيل يو، انا حاسس بيك، انا عشت اللي انا بقوله ده، وعشت كل الافكار والمعتقدات والاراء اللي انت بتقولها بينك وبين نفسك. انا خايف اطلع، انا خايف اظهر، انا مين عشان اتكلم، انا ما عنديش قيمه كويسه، المنافسه كتيره، المنافسه شرسه، في مني كتير. كل التحديات دي احنا عشناها حضرتك وبنعيشها، وعشناها من زمان. عشان كده حاولنا ان احنا نمثل شريحه احنا فاهمين لسان حالها، احنا فاهمين هي بتحس بايه، انا فاهمين هي بتعاني ايه، الاستراجل بتاعها ايه، التشالنج بتاعتها. فنوينا ان احنا نسبورت بالحاجات اللي احنا عملناها بايدينا. عشان كده الكارير ديفلوبمنت والبيرسونال براندنج سيرفيسز دي هتلاقيها عندنا موجوده في اكتر من شكل. يعني تعالى نضرب مثال. لو دخلت الويب سايت هتجد من بره كده ان ورش ممكن تكون ايه ده، ايه علاقه ده بده؟ هقول لك ايه علاقه ده بده. هتلاقي على الويب سايت 5 ورك شوبس وفاضل 4 لسه بيتمنتجوا وهيترفعوا. عد كده معايا وحاول تركز ايه المشترك ما بينهم. هتجد ان اول ورك شوب اسمها ذا فريلانسر مايند سيت، عقليه المستقل. هتلاقي ان تاني ورشه دي لسه هتنزل اسمها المسافه صفر ليفل 1، خاصه باستقطاب العملاء المثاليين اورجانيك من غير مليم اعلانات. هتلاقي الورشه الثالثه ودي لسه هتنزل اسمها الادفانسد اورجانيك ليد جنريشن، المسافه 2، سيستم استقطاب مبني على سيلز فانل للبيرسونال براندز. هتلاقي في ورشه رابعه اسمها السيرفيس برايسنج، لسه هتنزل. هي موجوده وكانت بتتباع قبل كده، بس احنا بنغيرها عشان تبقى مناسبه للويب سايت. الاربع ورش دول ازاي تسعر خدمتك صح، مركزين على الخدمه لان احنا بتوع خدمات. عملت التسعير، اعمل كونتنت ماركتنج يظهرك صح، فعملنا السي ام اي، كونتنت ماركتنج اكسلريتور ورك شوب. عملت الكونتنت وعملت كل حاجه، عايز تاخد بريف من عميلك، فعملنا ذا تريبل ثريتس، بريف بروبوزال بورتفوليو. ازاي تاخد بريف، ازاي تعرض شغلك صح، ازاي تتواجد بسابقه اعمال تكسب وما تخسرش. عملت البريف وعملت كل حاجه. ايه اللي بعد كده؟ ان حضرتك موجود على السوشيال ميديا عشان تعمل فانل تجيب منها عملاء محتملين. فهتلاقيك اتعلمت واتساب بزنس سيلز فانل، جبت الكلام ده كله وظهرته على لينكد ان بشكل احترافي. فالورك شوب الثامنه اسمها لينكد ان برو، بروفايل تو بروفيت، ازاي تحول بروفايلك لفلوس. واخيرا جبت العميل وعملت له محتوى وثق فيك حافظ عليه. فهتتعلم الريكوجنيشن واللويالتي والريتنشن في ورشه اسمها كاستمر ريتنشن فروم انترست تو انكم، او فروم كلاينت تو كونفرجن. ازاي الشخص اللي اتباع لي اشترى لي مني قبل كده يشتري مره واثنين وثلاثه. التسع ورك شوبس دول ايه المشترك ما بينهم؟ حابب اسمع من حضراتكم. لان هو من بره انا تايه، ما لهمش علاقه ببعض. ايه اللي جاب الورش دي لبعضها؟ انت يا دكتور عواره بتعمل حاجات كتير قوي، انا مش فاهم انت بتعمل ايه. انت بتعمل خدمات مختلفه، ورشك كتيره قوي. ايه المشترك ما بين التسع حاجات دول؟ ولو قلبت الصفحه ودخلت على الديجيتال برودكتس هتلاقي كتاب شاين بيرسونال براندنج، عواره موكس فريلانسنج وسيلف ليرنينج ومايند سيت، اي ال دي 2 ادفانسد اورجانيك ليد جنريشن. ايه المشترك ما بين كل ده؟ ممكن حضرتك توضح لي في الشات دلوقتي؟ شايف من وجهة نظرك الطيبة المتواضعة كده ايه المشترك ما بين كل الورش دي والكتب والحاجات؟ الله يفتح عليك يا فاطمة. مايند سيت، سيلف اويرنس.
اللي هيتبني عليهم ايه؟ كارير باث، بيرسونال براند. ده شغلي. بتخص بالذكر مين؟ مقدمي الخدمات والفريلانسرز. فسيرفيس، كلاينت، اويرنس، براند، ذا سيم جيم، هي نفس اللعبه، بس بنتناولها من مشاكل مختلفه بتظهر لك. فكاني جبت المقدم الخدمه وقفته كده وقعدت ابص له من دايمنشنز مختلفه. انت مشاكلك ايه؟ في 2026 هيطلع لنا تقريبا 4 أو 5 برودكتس جداد ان شاء الله هنعلن عنهم في وقتهم، خاصين بمين؟ بنفس الشخص، خاصين بمقدم الخدمه، خاصين بالبيرسونال براند. ليه؟ لان البراند اسمه براند مانجمنت، بيدير العلامه الشخصيه التجاريه. فحضرتك كبيرسونال براند، كفريلانسر، كسيرفيس بروفايدر، كايا من كان انت بتعمل ايه، هيبقى عندك مشكله في عقليتك فعالجناها بالمايند سيت. هيبقى عندك مشكله في تسعيرك فعالجناها بالسيرفيس برايسنج. هيبقى عندك مشكله في التواجد الديجيتال فتعالجناها بالكونتنت ماركتنج والستوري تيلينج. هيبقى عندك مشكله بالبيرسونال فاينانس فهنعالجها بالبيرسونال فاينانس. هيبقى عندك مشكله بالديلايتنج والكاستمر ريتنشن فهنتكلم عن الكاستمر ريتنشن. هيبقى عندك مشكله في الاستقطاب فعلمناك الادفانسد ليد جنريشن والفانل. احنا بنعمل ايه؟ بنحل لك مشاكلك. فهو نفس البني ادم من زوايا مختلفه لنفس نوع البيزنس الخدمي. ليه؟ لان انا بحب ابريزنت الشريحه اللي انا منها، اللي انا عرفت مشاكلها وعشت مشاكلها وعالجتها وحلتها، فجاي احكيها لك في سولوشن، سواء ورك شوب، ويبينار، اي بوك، كوتشنج جيرني، او كونسلتيشن سيشن. فهم مش حاجات كتير ولا حاجه، هي حاجه واحده: الهويه الشخصيه المبنيه على وعي ذاتي. كل ده بيندرج تحت الشمسيه دي. كل ده بيندرج تحت السيلف اويرنس والكارير والبيرسونال براند. لان الشخص اللي وعى بنفسه عنده عقليه، واللي عنده عقليه عنده مسار مهني واضح، واللي عمل لنفسه مسار مهني واضح عاوز يظهر ببيرسونال براند. فاحنا بنعلمك كل ده، بس بيزد اون حضرتك جاي لنا واقف فين. فبنسالك انت جاي منين، واقف فين، عايز تروح لفين. حد يجي يقول لي لا انا عايز اتعلم الاويرنس بس، اوكي. حد عايز يقول لي لا انا عايز اعمل بيرسونال براند بس، اوكي. حد عايز يقول لي لا انا عايز اعمل كارير شيفت، اتس اب تو يو. لان احنا كوتشز واستراتيجي، ما بنديلكش وان سايز فيتس اول. ما بنديلكش نقول لك والله هو ده اللي عندنا، ده كورس مسجل خش اسمعه. نو ات از نوت. احنا بنتعامل معاك بالكوتشنج وبالاستراتيجي، بنبص لك من بيرد فيو، بنعمل لك الهوم ورك بتاعك، بنبص لك بنظره عين الطائر. انت ناقصك ايه؟ طب انا يا دكتور مش عارف اصلا انا ناقصك ايه. بتتكلم معانا ونقول لك ونشاور لك والله الحل ده مناسب ليك، سواء معانا او مع غيرنا. ليه؟ لاننا مستشارين مش بياعين. احنا ما بنبيعش حاجه، احنا بنقدم لحضرتك خدمه تحل مشكله حقيقيه وتوتالي ماني باك جارانتي. خدت مننا حاجه ما فادتكش ولم تحقق الاوبجيكتيف، فلوسك اهي، واعتبر الخدمه اللي عملناها لك دي هديه مننا ليك بمنتهى البساطه، من غير اي ابداء اسباب، من غير اي استفسارات، من غير اي احراج، من غير اي حاجه. ليه؟ عشان احنا بنساعدك، احنا بنساعدك تحل مشكلتك ما اتحلتش. ما بنقبلش عن نفسنا فلوس ما حلتش مشكله. فلو انت مش عارفنا او شفتنا قبل كده او اتعاملت معانا، ده اسلوبنا في الشرح وفي الشغل وفي التريننج وفي الكوتشنج وفي اي خدمه بنقدمها، سواء افراد او شركات او حكومات. الحمد لله بفضل ربنا احنا اتعاملنا مع مئات بل الاف الكلاينتس في مصر واكتر من 7 8 دول عربيه. احتكينا باكتر من 17 صناعه مختلفه. دخلنا مع سينيوريتي ليفل وناس مختلفه، من اول حد مبتدئ عنده شهر خبره لحد عنده 60 و70 سنه خبره. اشتغلنا مع وزارات في مصر والسعوديه، اشتغلنا مع حكومات، وزاره الاتصالات ووزاره القوى العامله، اشتغلنا مع شركات كوربريت وايجنسيز صغيره وكبيره. الحمد لله احنا دخلنا اسواق مختلفه، تعاملنا مع شرائح مختلفه. فاللي احنا بنقوله ده based on authentic result، based on track record. الواحد شاف ده في حياته قبل ما يكون في حياة عملاء واللي احنا بنفتخر بخدمته، اللي هو حضرتك واحد منهم. لان انا دايما مؤمن ان الستوري دي قصة ليها بطل، البطل فيها حضرتك والجايد فيها انا. فانت صاحب القصة مش انا. انا بشاور لك على الحلو اللي فيك، بشاور لك على البوتنشال اللي عندك، بشاور لك على الكلاينت المناسب. ما بقولكش اعمل وما تعملش، لان احنا ما بنديش انستراكشنز. احنا بنكستمايز سولوشن مبنيه على اللي انت محتاجه بناء على وعي، مش اهواء شخصيه ولا اراء مجتمعيه. فده سريعا وملخص
احنا مين وبنعمل ايه واشمعنى احنا وتجينا ليه وايه الحاجات اللي انت هتجدها معانا. يهمني في الاخر قبل ما اسمع اسئلتكم، لو احنا بنتكلم في حاجه واحده نقدر نسميها يونيك فاليو بروبوزيشن او ميزه تنافسيه، والحاجات دي يمكن تستغرب ان احنا بنقولها في البابليك او في العلن، ولكن كل واحد بيبقى عنده درايه ببضاعته، كل واحد بيبقى عارف هو بيبيع ايه، او من المفترض يكون عارف هو بيبيع ايه. فاللي انا ببيعه لك ولا معلومات ولا مهارات، لان الاتنين دول موجودين في اليوتيوب وفي الكتب وعلى الانترنت بوان كليك اواي. اللي انا ببيعه لحضرتك هو مايند سيت ترانسفورميشن، تحول حقيقي بريزلت داتا دريفن تقدر تقيسها واحنا ماشيين مع بعض. فاللي انا ببيعه لك شورت كات واكسبيرينس وترانسفورميشن، مش ببيع لك نوليدج، مش ببيع لك سكيلز، لان النوليدج في الكتب وفي الانترنت وفي شات جي بي تي، لكن المايند سيت والشورت كات والبروسبكتيفز دي ما بتتباعش. اللي بيتباع لك دايما الوات وساعات النو هاو، بس عمر ما حد بيبيع لك الواي. ده اللي احنا بنركز عليه. قبل ما بقول لك بتشتغل ايه، محتاجين نعرف احنا بنشتغل ليه. قبل ما بقول لك هتعمل كارير شيفت في ايه، هقول لك انت هتعمل كارير شيفت ليه. قبل ما اقول لك هتاخد ديفلوبمنت في ايه، هقول لك بتاخد ديفلوبمنت ليه. فالمايند سيت سويتش والبيج واي هو اكتر حاجتين بنركز عليهم في كل حلولنا، سواء ورك شوب مسجله، ورك شوب لايف، تريننج بروجرام، اونلاين، اون سايت، سيشن، كوتشنج، كتاب، ويبينار، بي دي اف. كل ده احنا بنركز عليه على المايند سيت، عشان نديلك طريقه تفكير تعيش بيها. مش كل لما انت تعطل تجيلي، لا، احنا بنعلمك بمنتهى البساطه انك ازاي تستغنى عننا. يبقى انت معاك الكوره، صاحب الكوره هو انت، مش محتاج كل مره تيجي تنفخ الكوره من عندنا، لا خلاص انت عرفت ايه الدنيا دي وبتتنفخ ازاي وفيها ايه وكل تفاصيلها. فتاني، المايند سيت والشورت كات والاكسبيرينس بتاعت الواي، ده اللي احنا نقدر نقول ان احنا بنبيعه. مش المعلومات على الانترنت، المعلومات بسبسكريبشن شات جي بي تي ومن غير سبسكريبشن بمنتهى البساطه هتقدر توصل لعلم هارفرد. بس لو حد معاه عجله صيني وحد معاه عربيه لامبرجيني، اللي بيعرف يسوق هو اللي هيوصل، مش اللي معاه اعلى عربيه. فلو حضرتك بتعرف تسوق، ايا كان الوسيله اللي انت هتسوقها ايه، رخيصه او غاليه، هتوصل. ولو حضرتك راكب اغلى عربيه في العالم فيها كل الامكانيات ومش عارف تسوق، مش هتعرف تتحرك. فده اللي انا ادعي ان البروميس بتاعي ليك هو النو هاو، مش بس كده، الواي والمايند سيت ترانسفورميشن والشورت كات اكسبيرينس. لان احنا بنوك ذا توك، احنا بنبيع لك ده اللي احنا بنعمله بايدينا. احنا بنعمل الفانل ونخلصها ونيجي نشاركك نعملها ازاي، عملناها قبل كده. بنيجي نشرح لك كونتنت اورجانيك، احنا عملناه قبل كده فبندي لك اكزامبلز. بنيجي نشرح لك فريلانس مايند سيت، احنا عايشين بيها. بنيجي نشرح لك سيرفيس برايسنج، احنا مسعرين خدماتنا. بنيجي نشرح لك بيرسونال براند، وي ار بيرسونال براند بلطف ربنا وكرمه وتيسيره علينا. فده باختصار شديد اجابه الخمس اسئله. احنا مين، بنبيع ايه لمين، لما يكون عاوز ايه يجيلنا، وليه يجيلنا احنا ما يروحش لحد تاني، سواء في الكوتشنج، في الكونسلتيشن، في الاي بوك، او في الورك شوبس المسجله. وبس كده. معاكم 10 دقايق، لو حد من حضراتكم عنده اي استفسار او سؤال يخص اللي انا قلته او غيره، موست ويلكم واحنا عنينا. مين حابب يسال؟ مين هينورنا يوم الاربع بكره؟ الساعه 12 بقى. بكره الساعه 9:30، 24/12، في الويبينار المجاني بتاع ديزاين يور كارير كرافت يور براند. مين حاضر معانا؟ ارفعوا ايديكم كده او اعملوا اي حاجه في الكومنتس. اهلا اهلا يا استاذه فاطمه، نورنا والله. انا كلي اذان صاغيه، لو حد عنده اي استفسار يخص شغلنا، كان متلخبط فيه، كان ناسي، كان مش فاهم، كان مش فاكر، نورنا جديد اول مره يعملنا يعني. اهلا يا منى، اهلا اهلا. اهلا يا فاطمه نمبر 2.
اهلا اهلا، نورنا والله. ان شاء الله اوعدكم بساعه، يعني يا رب تبقى ساعه، يعني يا رب تبقى ساعه. تيبنج بوينت، يعني تيرنينج بوينت في 26 تدخلوا بيها 26 ان شاء الله. الويبينار هو بمثابه اول مايلستون في الكوتشنج جيرني، ديزاين يور كارير كرافت يور براند. ف... فان شاء الله تبقى البدايه قوه وقويه باذن الله يعني، ونطلع بيها باكشن بلان ولو خطوه واحده في رحله وعينا بنفسنا ورحله وعينا بكاريرنا. فيعني دعواتكم، مين عنده اي سؤال احنا موجودين. مش حابب اللايف يبقى اطول علشان اللي هيسمعه مسجل ما يبقاش يشوفه كبير او كده، فاحنا عايزين واحده بالظبط نبقى قفلنا يعني. ساعة قليلة، انتوا اتعودتوا على اللهم بارك، اللهم بارك، دي حاجة كويسة جدا ان شاء الله. انا ببص امبارح يا منى على الحلقة الثالثة من برنامج سيت ذا مايند سيت، لقيتها ساعتين 45 دقيقة، ما اعرفش ده حصل ازاي. انا كنت داخل نص ساعة وطالع، يعني انا قلت من 10 ونص ل 11، احنا قفلنا واحدة ونص تقريبا يعني. فانا ما اعرفش ده ايه، يعني مش عارف والله. فانا هنضطر بقى ننتجها ونقطعها فتقريبا اتعودتوا على الحاجات اللي ما تزهقوش، طيب ما تتعبوش. ربنا يديكم الصح. بس ده مؤشر كويس يعني، ده مؤشر ايجابي وحاجه كويسه يعني ان شاء الله. واياكم، اياكم يا رب. يعني والله احنا حاولنا ان احنا نوفي بوعدنا معاكم النهارده. النهارده كان يوم طويل وحافل وواحد مرهق جدا، بس حاولنا ان احنا زي ما وعدنا 12 ان احنا نقول ان نطلع نقول لكم ان احنا كويسين، ما رضيناش نخلف بعضنا يعني. احنا كنا عايزين نكمل برضه، لا بقى الساعه بقى دخلت في اتنين والاسئله بدات تتقل، ومخي بدا يشتغل بنص دماغ، هفتي بقى يعني طالما انا البرفورمانس راح في داهيه يبقى الاجابات نخاف عليه. فطول ما احنا نجاوب، لكن الدنيا باظت بلاش نتكلم عشان ايه. الاجابه مسؤوليه والواحد مش ناقص والله. ربنا يبارك لك، ده مش علمنا والله، ده علم ربنا يعني، من الله والى الله لعباد الله. فيعني ربنا علمنا جميعا، ربنا علمنا جميعا ويبصرنا ويوعينا يعني. باقي من الزمن 5 دقائق. طبعا مش محتاج اقول، لو اي حد عنده سؤال في اللي اتقال سواء سمعه لايف او حبايبنا اللي هيسمعوه مسجل بعد كده، هو للاسف الفيسبوك هيمسح اللايف بعد 30 يوم، بس انا هنزله ان شاء الله على اليوتيوب بحيث يبقى موجود بشكل مستمر. لو حضرتك عندك اي استفسار يخص خدماتنا، الويب سايت، الكامب، المعسكر، الرحله، الكتب، اي حاجه، موست ويلكم على الواتساب، تبعت لنا او ايميل رسمي، احنا معاك في اي حاجه وعنينا يعني، احنا يشرفنا خدمتك يعني. فما تترددش ان انت تسالنا في اي حاجه اللي احنا قلناها دي او اكتر كمان، تنورنا يعني. بس انا حبيت ان انا اقولها في لايف لان البوست ما كانش هيسعف ومش هيوصل الرساله زي ما احنا عايزين نقولها زي ما احنا قلناها دلوقتي دي. فانا حبيت تبقى المسج كلير ويبقى 26 واضحه احنا هنعمل فيها ايه واحنا مين وبنبيع ايه والكلام ده كله، بحيث تبقى عارف هو انت تجي لنا امتى، ولو هترشحنا لحد هترشحنا لحد في ايه، في الكارير ديفلوبمنت، في البيرسونال براندنج، في اللينكدين جروث كونسلتيشن اند سو اون يعني. فكل شغلنا الشاغل هتلاقي له علاقه بالكارير والبيرسونال براند. زي ما قلت لك هم لايرز فوق بعضها، فاحنا بنحاول ان احنا نقفل لك السيركل علشان ما تتوهش. وانتظروا الكتاب ان شاء الله يعمل قلق ويكسر الدنيا، عشان هو يعني مختلف، ادعو من ربنا القبول وانه يضيف قيمه لقلوب وعقول حضراتكم يعني. هيبقى داخل هيبقى داخلين على رمضان، ده شيء كويس. تقعد كده خلوه مع نفسك تكتشف بقى انت هنا ليه. في اجواء رمضانيه فيها سكون وفيها نفحات يعني، فتبقى شهر البركه والخير والوعي. يس، العقليه تكسب. اور سلوجن للسنه دي والسنه اللي فاتت والسنه الجايه كل السنين. آه، كتاب مختلف فعلا لان انتوا كاتبينه معايا وهتعرفوا ده لما تقرأوه يعني، فان شاء الله يبقى ينال اعجابكم يعني. طيب مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده عشان تناموا واللايف ما يطولش اكتر من كده يعني. ممتن ليكم وشكرا ليكم تاني ان انتوا اخدتوا من وقتكم ومجهودكم وساعاتكم ويومكم وشغلكم
وتقعدوا تسمعونا لحد الساعة 1 بالليل يعني. فيعني ربنا يبارك في سعيكم ويبارك في وقتكم ومجهودكم ويعلمكم ما ينفعكم وينفعكم بما علمكم. وإن شاء الله دايما نشوفكم على خير وفي أفضل حال يا رب. بس كده، تصبحوا على خير ويومكم حلو. أشوفكم. الحمد لله. بسم الله.